مرحبا. للأسف عم بنفارق أجمل الشهور وأعظمها رمضان، نسأل الله أن يتقبل منا ويقبلنا. وما في أحلى من تجهيزات العيد ولا أيام العيد، مع أنه هذا أول عيد إلي بدون أهلي، ربي يحفظهم ويبارك فيهم. متعودة أصبح دائما على ماما وبابا وإخواني، بس الحمد لله رب العالمين. شوفوا هون بلشت أجهز توزيعات العيد للأطفال بصلاة العيد مثل ما كنت متعودة بالأردن، وما في أحلى من شعور العطاء أو إدخال سرور على مسلم، وخاصة الأطفال بالعيد بيكونوا عم يستنوا هيك أشياء. والله صدقوني بتكون أحلى عبادة، لأنه جبر الخواطر بحد ذاته عبادة. وأكيد كعكات العيد أحلى شي ريحتهم وطعمهم وأجواءهم، يعني كنا عند دار أهلي ريحة البيت تكون من معمول أمي، المعمول الفلسطيني على أصوله ما شاء الله. وهاي مكوناته وطريقته: استخدموا هذا الطحين الكويتي، هو أجود نوع، وكل كيلو بتحطوا له نص كيلو سمن، والحبشتكنات والبهارات التانية على ذوقكم. ساعدوني صاحباتي السودانيات اللي أطيب منهم ما في، وريحة الكعكات وطعمهم وهشاشتهم روعة، يعني ما في أحلى ولا أزكى من الكعك الفلسطيني الفاخر. وأما هاي الأشكال الحلوة فهذا الكعك السوداني كمان طيابته وطعامته روعة ما شاء الله. شوفوا ما ارتبها جارتي وما أحلاها، عملت توزيعات الله يجزيها الخير ويسلم إيديها، وأعطتني حصتي بس أنا طلبتها بدون سكر لأنه كتير حلو الصراحة. الحمد لله رب العالمين، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وأحلى أجواء معهم عن جد. الحمد لله، الله ييسر لهم أمرهم. الحمد لله إنه ربنا دائما بيسر للناس المنيحة ما شاء الله. طبخت شوربة بروكلي وعملت بيف برجر وسلطة كوسة، ولك الحمد يا رب حتى ترضى. الله يحفظ دولة قطر ويحفظ الأردن وفلسطين وكل الدول العربية، وكل عام وانتو بألف خير.